صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي ندخل معكم هنا 3 ديال الوصفات ساهلين ماهلين. هنا بديت بالعصير باش يبرد، اللي احتاجيت فيه هنا. هذا العصير راه زوين بزاف بزاف وما غاديش يعرفوا كاع ولاتكم واش فيه القرعه. درت 2 ديال خيز الزوات ودرت واحد المورسو هنا ديال القرعه. هنايا غادي نقيهم معكم. من بعد ما نقيتهم غادي نقطعهم مورسوات صغار باش نديرهم يتسلقوا، ماشي كاع يتسلقوا، غير واحد 2 غليات ولا 3 وطفوا عليهم باش ما يجوش بحال السوبه. المهم نقطع خيزو غادي نقطع القرعه، راه ساهل ماهل. هنا من بعد ما غسلته مزيان زدت فيه تقريبا كاس ديال السكر، غادي نديرو يطيب معاه، نديرو يغلي. هنا وريتكم اللي درته فوق البوطه. هنايا من بعد ما غلالي غادي نزيد فيه، هنايا انا عندي واحد 2 حبات ديال الفريز، هذا غير اختياري، اما ديروه غير هكاك راه كيجي زوين. انا زدت فيه الحامض ضروري ديروه معاه. كان عندي معصر في كونجيلاتور، زدت معاه واحد 4 الفريزات، 4 ولا 5 ولا اللي كان عندكم. هنايا من الاحسن ديروا دانون يكون عنده نكهه ديال الخوخ ولا ديال الفريز، ولا انا درتو غير بالنكهه عاديه ما بانش فيه بزاف، درتو طبيعي ما بانش فيه المذاق بزاف. المهم انا كنعطيكم داكشي اللي درتو انايا. هنا غادي نطحنو مزيان. هنا من بعد ما طحنتو لقيتو شويه خصو السكر، حنا كنشربوه من السوس ولكن راكو عارفين. من بعد ما درت العصير درتو يبرد، هنا غادي نصايب العجينه ديال الكيش. درت 250 غرام ديال الفرينه، 125 غرام ديال الزبده، درت قبيصه درت الملحه، درت قبيصه ديال الثومه غبره وقبيصه ديال البزار، هنا ما بانوش معاكم. وغادي نبسبس مزيان هاد الفرينه هذه، نبسبسها مزيان حتى ترمل. هنا من بعد ما ترملت لي مزيان غادي نزيد، هنا عندي بيضه، وإلا ما جمعتها لكمش بيضه غادي نزيد معلقه ديال الماء. انا هنايا ما جمعتها ليش حبه ديال البيض، شي مرات غير داك البيض كيجمعها، وشي مرات كنزيد واحد المعلقه ديال الماء. ما تعجنوش، غير كتجمعوا. وحاولوا تحيدوا كاع ديك الاخر من يديكم باش تجمعوها. هنا حيدت كامل. هنا زدت تقريبا معلقه صغيره ديال الماء. حاولوش تورني، غير كنجمع. هنا من بعد ما جمعتها ما غادي نديرها لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، غادي ديك الساعات غادي نخدم بها. هنا رشيت غير واحد شويه ديال الفرينه، نحاول هنايا نجمعها. الكيش هنا واخا يتقطع، واخا حاولوا نتوما كتسوديوه كيف ما كان، المهم راه غادي في التالي كلشي كيطيب كله كيتسودا. شفتوها بالعاني، انا خليت لكم كلشي باش تشوفوا، واخا راه كتقطع شي بلاصه كنعاود نجمعها، ما كان حتى شي اشكال. بحيث مين ما كترتاحش كدير هكا، اما ملي كتخليوها في الثلاجه ما كتبقاش كتقطع. ولكن انا هكا الكيش دائما كنخدمو في البلاصه. هنايا درتو في هذا المول ديال الزاج. هنايا من بعد ما صايبتو كامل كنتقبو، انا كنديرو في كونجيلاتور. هنا الكيش كيف ما قلت لكم غادي نتقبو ونديرو في كونجيلاتور. حاولوا تقبوه من الجناب وتقبوه من الوسط. من بعد ما درتو في كونجيلاتور انا جيت نخدم لاباري كيش ديالو. لاباري اللي غادي نديرها فيه درت 4 البيضات، درت هنايا شويه ديال لا كريم فريش،
ودرت شويه ديال تقريبا واحد كاس ما عمرش ديال الحليب هو اللي درت. ودرت هنايا واحد المعلقه ديال الفرينه. هاد الفرينه الدور ديالها هي اللي كتخلي الكيش ديالكم يتنفخ كيجي زوين. واحد الطريقه ديال الخميره ديال الكاطو وطريقه ديال الثومه غبره وشي الملح. هذا الشيء اللي درت فيه في لاباراي. ومن بعد غادي تشوفوا معايا واشنو زدت فيه. حتى كنحل ديك الفرينه. من بعد هنايا كنزيد زدت واحد القبصه ديال الطون. هذه قبيصه ديال الطون. هنايا هاد السبانخ ولا لي زيبينار قليتهم شويه ديال الزيت، غير الزيت بوحدها. وزدت هنا الفرماج. هنايا خرجت هذيك العجينه ديال ديك الكيشه ديالي من الكونجيلاتور. هنا راني شاعله الفران يسخن. غادي نديرها طيب. وهي من بعد ما طابت وخرجتها من الفران. شوفوا كيف كتجي. غادي نقطع معكم واخا راه باقيه سخونه، نقطع معكم موصو باش تشوفوا الكيش كيف كيجي. كتجي بنينه وكتجي زوينه. شفتوا السبانخ اللي درت الطون كتجي واعره. هاد الكيشه جربوها لوليداتكم. وهنايا درت الطورتيه. هذه البطاطا قليتها. هنا غادي نزيد معها البيض. جيدوا شحال ما بغيتو ديال البيض. شحال هنا انا ما عرفتش واش 6 ولا 7 ولا ما نعرف. المهم ديروا البيض شحال ما بغيتو ديال البيض. هنا غادي ندير الربيع. هنا غادي ندير طريقه ديال غير شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار والملحه. لحقاش ما درتش الملح في الفريت زعما في البطاطا من قليتها. تقدروا تسلقوها، تقدروا ديروها في الاير فراير، تقدروا تحمروها في الفران ولا ما تقليوها في الزيت. هنا غادي نخلطها مزيان. وغادي نزيد لها شويه ديال الحليب، تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب. اللي زدتو فيها راه كيجي زوين. هنا زدت معها الفرماج، كان باقي لي داكشي ديال الفرماج زدتو فيها. وغادي نديرها طيب في الفران. وهي من بعد ما طابت في الفران غادي راه باقيه سخونه. غادي نقطع واحد المورصو. شفتوا كيف جات كتجي واعره. وهذا العصير اللي عصرته كيجي زوين بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتخليوا لي لايك ولي كومونتير. ونهاركم مبروك وبالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.